السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة هعلمكم وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة هنعمل بسكوت النشادر الصعيدي. انا من سوهاج، كل الناس الصعيدية او من سوهاج نفسها ده البسكوت الرئيسي بتاعهم، ده اللي بيفطروا عليه الصبح مع كوباية اللبن او مع كوباية الشاي، ودايما بيقعدوا مثلا يسقوا بيه. ده اللي لازم يتعمل في العيد، ده الاساسي بتاع خبيز العيد. تمام. مهما عملت اي بسكوت بالبرتقال، بسكوت بالفانيليا، بسكوت بالشوكولاته، ده احلى بسكوت عندنا، وده الراعي الرسمي للعيد بتاعنا، بسكوت النشادر الصعيدي. بسكوت النشادر ده مكوناته ايه؟ مكوناته معايا 1.5 كيلو دقيق. تمام. ده مش هيبقى محدد، لا ده انا لسه هظبط بيه العجينه، واللي تحتاجه العجينه هو اللي هناخده. تمام. معانا كمان رشة الملح طبعا، معانا كيس بيكنج باودر، معانا 2 كوباية سكر، ومعانا 2 كوباية لبن مع الكيس ده. الكيس ده بجيبه من العطارة، اسمه وجية. الوجية دي وجيتين. تمام. وجيتين نشادر بيتحطوا على 2 كوبايتين اللبن لما بنيجي نعجنوا بيهم. تمام. الوجية دي هو الأساس برضو للبسكوت بتاعنا. تمام. ده بتشتروه من عند أي عطار، بيقولوا له وجية نشادر. تمام. وجية بتاعت البسكوت. تمام. دول وجيتين معانا. تمام. معانا كمان 10 بيضات وعليهم 10 ورقات فانيليا. ليه يا جماعة احنا عايزين فانيليا البودر؟ لأن ما ينفعش الفانيليا السادة في البسكوت ده الأساس، ده ثابت معانا في الفيديو. الثابت معانا إن الفانيليا لازم تكون بودر، مش سايلة. تمام. معانا 10 بيضات عليهم 10 ورقات فانيليا، أو معلقة كده كبيرة من الفانيليا. تمام. معانا اول حاجه بعد كده السكر، هنحتاج 2 كوبايتين. الكوبايتين السكر بعد كده هنبتدي اول حاجه ان احنا هنحط 2 كوبايتين السكر في الخلاط مع ال10 بيضات والفانيليا. تمام. معانا كده انا السكر ما طحنتهوش لان كده هيتضرب في الخلاط. تمام. كده معانا اول كوبايه، نقول بسم الله، وادي تاني كوبايه اهو، تاني كوبايه، واقول بسم الله. اللي عايز يزود بقى يزود براحته. تمام. كده احنا حطينا السكر، ونبتدي نحط بيضة. البيضة يا جماعة لازم يبقى عندكم طبق كده، ما تحطوش البيض على طول عشان لو وقعت منكم قشرة مش عارفة ايه، للبنات المبتدئات يعني والعرايس. تمام. كده احنا نبتدي ونقول بسم الله اهو، بيضة وننزل. اهم حاجة ان احنا نعمل الحاجات بالترتيب، ما نتسرعوش في المقادير، نتسرعوش في العميل ونتحمس، ولا كل حاجة وليها وقتها. تمام. ادي كده 2، ادي كده 3، اسرع ايدي شوية عشان الفيديو اهو. ادي كده 4، ادي كده 5، وكمان لو بيض بلدي يبقى 15 مش 10. تمام. ما تتظبط الحاجات دي على حسبك انتي اهو. هنزل كل كمية البيض على بعض وندوهم ضربة في الخلاط، وبعد كده هنحط عليه السمنة دي. انا نسيت كمان اقول لكم ان السمنة معانا كوباية. الكوباية دي حطيت تلت سمنة وعليها الربع زيت. تمام. 3/4 سمنة دي عليها الربع زيت. ليه انا عملتهم كده؟ لان انا حابة يكون الاتنين. هو اصلا الاساسي ان المفروض الكوباية كلها تلتها السمنة والربع زيت، لكن عادي انت ممكن يكون عندك سمنة تعمليها كلها سمنة. تمام. ممكن يكون عندك زبدة تعملي زبدة بسمنة، ممكن ما عندكيش حاجة خالص غير الزيت اعمليها كلها بزيت، ما فيش حاجة هتوقف معاك المقدار. تمام. انا بسطت لك كل حاجة في الفيديو اهو. ومعانا اخر بيضة، وهو اخر بيضة، ونبتدي نقول بسم الله في الخلاط. بس ما تنسوش الفانيليا،
معانا اهو الفانيليا، نحطها كده ننزلها على البيض والسكر. تمام، هضربهم في الخلاط وهرجع لكم. كده يا جماعه بعد ما ضربتهم انا حطيت نص الكميه في بوله اهو بالمنظر ده، وسبت الكميه التانية في الخلاط عشان اوسع مكان للزيت والسمنه كوبايه، وابتدي اضيفهم واقول بسم الله. اهو نحط الكميه كلها. تمام، نبتدي كده نضرب في الخلاط. واقول بسم الله. اهو كده بعد ما اديتهم ضربايه ابتدى نضيف الخليط كله بقى على باقي الكميه هنا اهو. اهو بالمنظر ده. الكمية كلها اللي في الخلاط تنزلوها في البولة. بعد كده نبتدي نضيف دول. انا قلت لكم كيلو ونص. تمام، دول النص انا حطيت عليهم رشة الملح سنة عن النبي، ونبتدي نضيفهم نقول بسم الله اهو. بعد كده نضيف كيس البيكنج باودر عليهم برضو. انا دايما اقول لكم ان انا بحب اعمل البيكنج باودر كده بالدقيق اهو. عملته اهو. بعد كده ابتدي اقلب بالمنظر ده، اقلب مش اعجن، يعني في فرق. اقلب، بصوا شايفين انا بعمل ايه بايدي؟ شايفين انا بقلب مش بعجن. بعد كده هبتدي اضيف الدقيق شويه شويه اهو. اخد كده اللي على الجوانب اهو، وابتدي اضيف شويه شويه في الدقيق اهو. شايفين ايدي بتعمل ايه اهو اهو. شايفين اهو. ناخد كده دقيقة اللي على الاطراف ونعمل دواير اهو. شايفين بتشرب ازاي العجينة لما بعمل الدواير؟ بتشرب دقيق ازاي اهو كده. ونعمل دقيق. معانا بعد كده كوباية لبن اهي اهو، واقلب. الكوباية التانية بقى انا هحط فيها الوقية، كيس الوقيتين مش وقية. انا جايبة للمقدار ده وقيتين يا جماعة. قلت لكم كوبايتين لبن، انا حطيت منهم كوباية بالمنظر ده اهو اهو. الكوباية التانية لبن انا هحط فيها الوقيتين وابتدي انزلهم. بس اهم حاجة ان يكون اللبن كمان دافي عشان تبقى العجينة تطلع معاكي مظبوطة. ممكن الاساسيات دي انا بحب اقولها لكم وانا شغالة في نص الفيديو. تمام، نضيف بعد كده باقي كمية الدقيق شوية شوية اهو. انا حطيت كده الكيس كله يا جماعة كده ضفته كده. انا خدت كيلو ونص. تمام، نعمل كده دواير اهو اهو. تمام، اهو
تمام. بعد كده هبتدي اضيف اللبن بالمنظر ده، احطها فيه الوجية. بصوا انا حطها تحت العجينة بالظبط، وضفت عليها الوجية واكب. تمام اهو واكب. شايفين انا حطيت الوجية كلها في كوباية اللبن. شايفين الفوران؟ شايفين المنظر؟ ابتدي يلا كده اهو نعجن، مش نعجن، نقلب كده يعني عشان العجينة كده ايه تخنت شوية من تحت، لان انا عجناها كنت قبليها شوية. اهو نعمل كده بايدي اهو. شايفين قوام العجينة هتبقى ايه؟ شفتوا انا لما عملت حلزونية ازاي اتلمت ازاي؟ اهو ناخد كده بعد كده على الاطراف. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وكده بتكون العجينة بتاعتي جاهزة. شايفين بقى قوامها ازاي يا جماعة؟ احنا عايزين تاني شوية دقيق، لان هي تحسوها برضو سايلة. احط دقيق فيها وارجع لكم. وكده يا حبايبي انا هبتدي اضيف النص كيلو التاني. كده خدت معانا 2 كيلو دقيق. تمام. هبتدي اهو اشوف. انا قلت لكم اول الفيديو عن الدقيق محددتهوش، انا قلت لكم هنشوف العجينة هتاخد قد ايه وهقول لكم. اهو نلمها كده اهو. شايفين قوامها ازاي؟ انا كده حسيتها ان هي اتظبطت خلاص، القوام بتاعها بقى تمام. المرة اللي فاتت كانت سايحة، كان لازم احط نص كيلو الدقيق التاني. كده خدت معانا 2 كيلو. المقادير بتاعتنا اقولها لكم تاني. خدت كده 2 كيلو دقيق، كوبايتين لبن عليهم وجيتين، خدت تلت كوباية سمنة وربع كوباية زيت. تمام. 3/4 سمن وربع زيت. خدت 10 بيضات. خدت معلقة كبيرة فانيليا، كيس بيكنج باودر، رشة الملح طبعا سنة عن النبي. وخدت ايه تاني؟ متهيألي كده بس. و2 سكر طبعا مع البيض حطيناهم في الخلاط اول حاجة. وكده بتكون العجينة بتاعتي جاهزة. هنستخدم ايه بقى؟ هنستخدم المكنة دي حياتنا كلها في الصعيد. هي المكنة دي عاشت معانا عمر وهتعيش كمان معانا عمر تاني. المكنة دي هي اللي بنشتغل بيها في بسكوت النشادر. اهو شايفين المنظر؟ شايفين القطاعة من قدام شكلها ايه؟ دي القطاعة الأصلية بتاعت البسكوت النشادر الأصلية. تمام. هبتدي أقطع وارجع لكم. كده يا حبايبي ابتديت أقطع بالمنظر ده اهو كده. طبعا لازم تكون ايدك فيها زيت اهو. شايفين؟ وكمان دهنا الصاج قبل ما نحط بقى، قبل ما نقطع فيه اهو. شايفين الجمال والحلاوة؟ هخلص الكمية كلها في القطيع بالمنظر ده وهرجع لكم في التسوية. شايفين يا جماعة؟ شايفين الكمية كلها دي اللي طلعت من المقدار اللي احنا عملناه في الفيديو اهو. وخلي بالكم ان انا لما كنت بختبر انا زودت كوبايتين دقيق لان حسيت ان هي سايلة شوية. فكده يبقى مقدارنا احنا كده 2 كيلو دقيق وعليها كوبايتين دقيق كمان.
تمام. طبعا مع العشر بيضات، 10 بيضات والعشر ورقات فانيليا، وطبعا الربع كوباية زيت وباقي الكوباية سمنة زي ما قلت لكم. وايه تاني، كوبايتين لبن. تمام. والوجيتين، وكده الدقيق. تمام. وطبعا كيسين بيكنج باودر وكوبايتين السكر. تمام. دي طلعت معايا الكمية دي. شايفين المنظر؟ شايفين الخطوط باينة ازاي منها؟ هو ده بسكوت النشادر الصعيدي الأصلي. المقادير الأصلية طبعا بتاعت النشادر، بسكوت النشادر الأصلي. شايفين؟ أهل سوهاج والصعايدة نفسهم هما اللي بيعرفوا يعمل الشغل ده اهو بالمنظر ده. شايفين البسكوتة حلوة ازاي؟ شايفين من ورا؟ اللهم صل على النبي عليها. بصوا من جوه، شايفين؟ ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب على القناة لو عجبتكم الوصفة بتاعتي، علشان يوصل لكل الناس ويستفادوا من تجربة البسكوت. السلام عليكم.